ماتش الاهلي والزمالك متوقع له ايه والاسباب قبل الماتش بص، اهلي والزمالك من سنتين اه تنزل تقول الاهلي هيكسب والزمالك لو اتعادل حلو. حلو ماشي. اه من ساعه ماتش السوبر الافريقي اه واللعيبه بتاعت الزمالك اللي هي يعتبر اقل من لعيبه الاهلي اللي بتاخد كل البطولات وكل حاجه، حست ان هي احنا رجاله بنكسب، ملهاش دعوه بقى بكوره، هي دعوه احنا بننزل بنتعب في الملعب اه هنكسب. حتى لو انتوا معاكم مدربين، حتى لو انتوا معاكم لعيبه، حتى جمهور الزمالك دلوقتي مقتنع ان اللعيبه لو ادت في الملعب اداء اداء خليك راجل في الملعب يعني تعمل اللي عليك في الملعب. بس سيبك من يعوض الفروقات الفنيه يا محمد. طبعا عشان اللعيبه كلها مصريين، مفيش لعيب فارق قوي غير مثلا ثلاث اربع لعيبه هو اللي ده نجم. ده عبد الله السعيد مثلا، امام عاشور ماشي، زيزو ماشي، في كام لعيب كده هم دول عندهم حته زياده، يعملوا فارق، عندهم بدني واقفين على رجليهم، عندهم لمسه زياده. لكن تعالى قول لي لعيبه الاهلي دلوقتي، هي مشكله لعيبه الاهلي دلوقتي او مشكله فرقه الاهلي دلوقتي ان هي ما بتأديش. انت جايب نجوم، بس انت جايب منتخب مصر ماشي، لو نزلوا باصوا هيكسبوا، مش هقول لك بقى لعبوا، لو نزلوا باصوا بس كده هيكسبوا، لو استرجلوا في الملعب هيكسبوا. بس فهي الفكره ان هم دلوقتي بيلعبوا على قد اللي هو ايه الماتش. تريزيجيه مثلا، انا مش هخسر يا عم من سيراميكا، انا مش هتعادل مع عيب، انا كده كده انا نجم، انا عديت بماتشات وجمهور وبتاع ايه اللعيبه، بس لما اتشتمت فات شويه. صح، لما اتشتمت تحس ان هو ايه الجمهور قلب عليها خلاص راح. الكوره بتاعت تريزيجيه عمل 20 كوره قبليه ولا كوره بتروح ليه؟ انا بشوطها وانا عارف ان هي بتيجي، لكن لما بشيطها وانا عايزها تيجي هتيجي. هذا الفرق بين لعيب زي صلاح بيلعب كل ماتش قدام ايفرتون، قدام بايرن ميونخ، قدام ريال مدريد، قدام بورنموث، قدام فرقه زي ليدز، قدام فرقه لسه صاعده، قدام اي فرقه. يعني ماتش بيرلي ده ماشي متعادلين لحد الدقيقه حاجه و90، انا موت نفسي عشان اوصل ان بيعمل ال 100% بتاعته بالظبط. عشان كده بياخد المرتب، عشان كده بياخد الرقم بتاع المرتب ده. تعالى بقى خط اللبس في الاهلي مش مظبوطه ليه بقى؟ كل لعيب حاسس انا نجم، انا ليه ما باخدش فلوسي؟ انا لعيب كبير ماشي. طب وريني بقى اللي انت لعيب كبير. هو دلوقتي ليه الاهلي وقف مفاوضات مع امام عاشور لما قال له انا عايز اجدد عقدك، وانت رحت بديت مع وكيل تاني، فالواد طلب فلوس كتير. حلو. ليه اتقال له لا؟ عارف اتقال له امتى؟ لو انت كسبنا افريقيا اول امبارح، لو انت مصعدني في كاس عالم للانديه مثلا دور 16 ب3 اجوان انت جايب